هرونيفر. معانا النهارده نطق ما بقيناش نستخدمه كتير في حياتنا اليومية، ولكنه كان بيستخدم بكثرة جدا، او مش بكثرة بس كان بيستخدم يعني عادي في النطق بتاع المصري القديم، وهو نطق البي. بي كان بيترسم بالطريقة دي مثلا، وهو عبارة عن شكل الكرسي البوص من فوق، او كان غالبا يعني بيتم الرمز ليه بمجرد مربع صغير كده بس بيعبر عن النطق ب، او اللي هي الب التقيله. طبعا الترانسلتريشن بتاعه هو عباره عن البي التقيله، وبيمثل في اللغه العربيه، يعني لو كان اتكتب باللغه العربيه فهو عباره عن الب اللي تحتها 3 نقط، لان هو بي تقيله كده. طيب هنرسمه ازاي ده بطريقة فيلو؟ لو احنا حبينا نكتبه هنرسم نفس الرمز بالظبط، لان هو رمز سهل جدا مش محتاج اي تبسيط، وهنروح عاملين تحتيه ال3 نقط، او هنرسم مربع كده ونحط تحت المربع ده ال3 نقط. طب لو احنا عايزين خط ارفع اهو، ادي خط ارفع اهو، ادي الرمز بتاعنا، رمز النطق الب، وادي ال3 نقط، او مجرد مربع كده وتحتيه 3 نقط. طب لو احنا عايزين خط ارفع اهو، ادي الرمز بتاعنا، وادي 3 نقط، وادي لو احنا عايزين نعمله مربع وتحتيه برضو 3 نقط. بس كده، ودي كانت حلقة النهاردة. متنسوش تعملوا لنا لايك وشير عشان ده فعلا بيساعد، وتقولوا لنا رأيكم في الكومنتات. ياو معاكي ام حاتم.